أنت عايز تحقق أهداف جامدة جدًا، بس أنت بتفكّرني بالشخص اللي بيبني قصر فوق مقلب زبالة. أنت لسه بتغذّي عقلك بتrush content. قُل لي إزاي هتطوّر أو تحقق أهدافك العقل أصلًا ملوث. لو يومك بيبدأ بمقارنات السوشيال ميديا وأخبار بتموت الطموح، صدّقني وأنا عندي يقين 100% إن المدخلات اللي عندك اللي إحنا لسه قايلينها دي مش هتطلّع لك أي حاجة من اللي أنت عايزه. فأنت محتاج زي عملية تنضيف، وعلشان تنضف دماغك محتاج 3 حاجات. أول حاجة وهي فلترة الدوائر. أنت هتبدأ تنضف المحيط اللي حواليك، إذا كان من صحابك أو ناس بتقعد معاها أو إلى آخره. يا باشا نضف لحد ما توصل لأكتر ناس بتستفاد منهم، متضيعش وقتك على أي حاجة وعلى أي حد مش هيفيدك. تاني حاجة وهي حمية المعلومات. بطل تتابع أكتر من 3 4 أشخاص بيقدموا نفس المعلومة. طب ليه؟ ده بالعكس، لما يبقى عندي عدد كبير من الأشخاص اللي بيقدموا نفس المعلومة أنا اللي هستفاد. يبقى عندي عدد من المدخلات المفيدة العديدة. يعني أنت يا باشا عمال تدخل في معلومات معلومات معلومات، المعلومات دي كلها عن فكرة واحدة بس من كذا شخص. الفكرة دي ما بتقدرش تستفاد منها طالما أنت ما بدأتش في تنفيذها. وده اللي يخلّينا نخش في الحاجة التالتة وهي قاعدة الواحد لواحد. يعني أنت هتقضّي دقيقة من المشاهدة قدّامها دقيقة من التنفيذ. يعني الحاجة اللي هتتفرّج عليها لمدة دقيقة هتنفّذ لمدة دقيقة. نضّف مكان لأهداف السنة الجديدة 2026 علشان تلاقي مكان تقدر تبني فيه. وأنا جهّزت لك ملف التصفية. الملف ده فيه قايمة هتقدر تصفّي فيها كل الحاجات المفروض تمسحها من حياتك النهارده. اكتب لي كلمة detox في الكومنتات وهابعت لك الملف.